السلام عليكم صحاب تيك توك، معكم الشيف صلاح الباتني. بما انه رانا في العطله والاطفال راهم في الدار، اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه تشوروز اسباني، طريقه سهله وبسيطه ويجي مقرمش بالشيكولا. ما نحكي لكمش، اروحوا نبداو على بركه الله. اول حاجه في كاسرونه نديروا كاس غير اصبع نتاع ماء يكون بارد مع ملعقه وربع تاع مارغرين، قرصه تاع ملح وملعقه متوسطه هذيك تاع الديسير، سكر عادي نحطهم على النار نخلطوهم جيدا مع التحريك المستمر حتى لدرجه الغليان. من بعد كي يغلي نحاول نضيفوا هنا كاس غير اصبع نتاع فرينه. انا كيلت بالكاس اللي في 220 مليلتر، وندخلوا هذيك الفارينه مليح في هذاك الخليط السائل جيدا حتى نتخلط مليح. من بعد نعاود نرجعها على النار ونقعد نخلط مع التحريك المستمر حتى نشوفوا العجين تاعنا نشف تماما، نشف من السوائل. من بعد نطفي عليه النار حوالي 3 دقائق ونخلط فيه ونحطه في ريسيبيون، ونحاول نفتح هذاك العجين تاعنا اللي على الريسيبيون باش ندفيوه، يعني نحاولوا ديك السخونه. ومن بعد نضيفوا له البيضه الاولى ونخلطوها جيدا، ندخلوها في هذاك الخليط. كي ندخلوها مليح نزيدوا البيضه الثانيه، يعني ندير 2 بيضات ونخلط حتى نتحصلوا على قوام يكون بهذا النتيجه. اذا هذه نخلطوها مليح ومن بعد نجيبوا لهنا جيب حلواني بوشادوي. اذا انتم حبيتوهم يكونوا رقاق، طبيعه الحال راكم لادوي تاعكم تكون رقيقه. اذا تحبوهم خشن ديروهم في لادوي خشينه، انا تاعي راهي شويه خشينه، نتوما ديروا رقيقه احسن واحسن. من بعد نحطوا كاسرونه نديروا فيها الزيت. اذا حبيتوهم يكونوا طوال اكثر واكثر كما تاع المحلات ديروا في مقله، اذا تحبوهم يكونوا صغار ديروا في كاسرونه كيما هكا باش الزيت تكون طالعه وما تخسرش بزاف الزيت. نحطوهم لهنا نقعدوا نقلبوا فيهم على الوجهين، تحبوا تحمروهم بزاف تحبوا تخليهم صفر، هذا يرجع لكم، كل واحد والطريقه تاعو. انا شكلت التشوروز بهذا الشكل وشكلتهم ايضا حبيبات صغيره هكا، ونقعد نقلب فيهم حتى ياخذوا لون محمر. النتيجه رائعه ومبهره، وتحضريهم ايضا في وقت قصير. تقدر ديريهم فطور الصباح، تقدر ديريهم قهوه العصر، يعني تفرحي بها الاطفال تاعك. وهذه هي النتيجه. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. كما قلت لكم تحبوا تحمروهم بزاف، تحبوا تخليهم صفر. شيتكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. ما تنساوش حركه اكسبلور، تخليوا لي رايكم في التعليقات. السلام عليكم.